السلام عليكم. اليوم موضوع زوين، والموضوع اللي كيقلبوا عليه جميع الامهات اللي كيعانيوا مع وليداتهم. كيفاش نتعاملوا مع وليداتنا؟ راه ماشي وليداتنا غا كيجيو يكبروا، راه الوالدين هما الساس ديال الوليدات. راه واحد الدار الا ما كانش عندها الساس كتريب اكيد، ولكن الوالدين كيبقاو الساس ديال هاد الوليدات باش كيكونوا وليداتنا مزيانين. التعامل مع وليداتنا ماشي حاجة سهلة، وماشي شي كتاب غادي نقراوه ونحفظوه. التعامل مع وليداتنا راه هو سفر طويل، فيه الصبر وفيه المحبة وفيه التفاهم وفيه الغلط وفيه الإصلاح. كل نهار كيعلمنا وليد صغير درس جديد، وكل تصرف صغير منهم كيبين لينا الرياكسيون ديالنا. واش حنا هادئين، واش حنا متوازنين، واش قادرين نسمعوا ليهم. اليوم غادي نهضر لكم على الطريقة التربوية الهادئة البسيطة ولكن قوية بزاف، وتفكروني عليها. غدير لكم في وليداتكم شخصية صحيحة. أول نقطة هي المحبة قبل التربية، يعني تبغي ولدك قبل ما تربيه. الأساس قبل النصائح والقوانين هو المحبة. الوليد إلا ما حش أنه محبوب وما حس بأنه كي كتبغيه راه مستحيل يسمع ليك. والمحبة ماشي غير حضن، المحبة تكون واحد النظرة زوينة ودافئة، كلمة زوينة، اهتمام صغير، سؤال يعني فيما يسولك جاوبيه، ابتسامة في الصباح ولا ضحكة زوينة معاه. فاش كيهضر معاك حبسي داكشي اللي في يديك، شوفي ليه في عينيه، حيت هاد اللحظات الصغيرة كتدخل لقلبه وكتخلي التواصل بيناتكم ساهل. ما تجاهليهش. ثاني نقطة، السمع قبل الحكم، يعني سمعي ليه قبل ما تحكمي عليه. راه اغلب المشاكل بين الاباء والابناء كتجي من السمع الناقص، يعني ما كتسمعوش لوليداتكم. الوليد باغي يشرح ليك، يعني دغيا حنا كنكونوا بعد مره مستعجلين، ما كنحكموا كنزربوا كنحكموا عليهم، وما كنبغوش نسمعوا ليهم يكملوا هضرتهم. علاش درتي هكا؟ علاش هضرتي هكا؟ لا ما تقول لي والو، ما سمعتيش ليا، جاوب مزيان. حنا اصلا ما عارفينوش شنو باغي يقول. الحل شنو هو؟ الحل وين نسمعوا ليهم بلا مقاطعه، حتى الا قالوا شي حاجه صغيره ولا تافهه بالنسبه ليهم راها مهمه. الا حس الوليد انه راه كتسمعي ليه غادي يولي يهضر وغادي يشرح وغادي باغي عمره غيخبي عليك حتى شي حاجه. ثالث نقطه هي الهدوء، يعني الهدوء راه السلاح السري، راه الهدوء هو السلاح السري. الوليد يقدر يكون عنيد، يقدر يكون تيبكي بزاف، ولكن في وسط هذا الشيء كامل كيبقى كيشوف ردة الفعل ديالك شنو هي. سمعيني مزيان، الا لقاك كتغوتي راه كيخاف، الا لقاك كتضربي كيتخنق، وإلا لقاك كتغضبي كيسكت، ولكن راه ما مقتنعش بداك السكوت ديالو. فين ما تضربيه ما عمرو يقول لك شي حاجه، يبقى عا ساكت. ولا فين ما تغضبي عليه ما عمرو غادي يهضر معاك. اما الا لقاك هادئه راه كيحس بالامان وكيولي يسمع، حيت الهدوء راه ماشي ضعف، الهدوء بالعكس قوه. رابع نقطه الوضوح في القوانين. الوليدات محتاجين يعرفوا شنو هو اللي مسموح وشنو هو اللي ممنوع وشنو هما العواقب، ولكن بطريقه بسيطه. بحال مثلا ملي كيكون كيلعب وكيسالي اللعب ديالو وما جمعش اللعاب ديالو، الا ما جمعهمش غادي نحيد ليه اللعبه النهار كامل، وإلا سول فيها غتقولي ليه انت لعبتي وما جمعتيش وخليتي اللعاب ديالكم شتين، صافي هذا عقاب، نهار كامل ما غاديش تلعب. باش مره اخرى غيحفظ هذا العقاب وغادي يعاود يجمع اللعاب ديالو. يعني قانون واضح، بلا غوات بلا ضرب بلا شجار بلا حتى شي حاجه. هو المهم ما تغيريش كلامك معاه كل نهار، حيت الاستمراريه راه كتعلمهم النظام. خامس نقطه العقاب ماشي هو الحل، راه التربيه ماشي عقاب، التربيه راه هي الفهم والتوجيه والتصحيح. العقاب القاسي كيخلي الوليد يتحمل في قلبه، يعني كيبقى هاز، ولكن العواقب الطبيعيه هي اللي كتعلم. مثلا
يجوع شويه، الا ما وجدش محفظته هو اللي غادي يتحمل النتيجه ديالو. هكا شويه، يعني ضروري يحمليه المسؤوليه ديال شي حاجه اللي هي تكون بسيطه، ماشي نحملوه مسؤوليه ديال واحد كبير. يجمع اللعاب ديالو، يجمع المحفظه ديالو، يحيد حويجاتو يديرهم في بلاصتهم. هكا غادي نكونوا كنتعاملوا مع وليد، نعلموه شويه بشويه، ولكن بعيد على الاهانه، بعيد على السب والضرب والتحقير، هادو كيكسروا شويه الشخصيه. سادس نقطه هي شجعيه وخلي فيه مجهود، ماشي غير النتيجه. الوليد الا ما جابش 10 في القسم، ولكن هو راه حاول، شكريه. ماشي ضروري يجيب 10، مثلا جاب 7، جاب 8، قبوله، يعني شكريه. الا دار محاوله باش يعاونك في الدار، شوفيها شي حاجه كبيره. الكلمه الطيبه كتربي الثقه في النفس اكثر من 1000 درس. قولي ليه عجبتني المحاوله ديالك، برافو عليك، حاولتي، انا فخوره بك. هكا كتعطيه واحد الكلمات زوينين يقدر يبقاو يشجعوه دائما يدير معك شي حاجه زوينه في الدار. هاد الكلمات كتخلي الوليد يبغي يحسن راسو بلا ضغط. سابع نقطه، كوني قدوه. الوليد كيتعلم بعينيه ماشي بودنيه. الا بغيتيه يكون هادئ، خلي ردود فعلك انت هادئه. وإلا بغيتيه يكون محترم، ما نسبوش وما نغلطوش فيه. وإلا بغيتيه يكون منظم، هو يشوفك منظمه. الوليدات حنا المرايه ديالهم. ثامن نقطه، اللعب هو اللغه ديالهم. يعني اللعب ما تضيعش الوقت، بالعكس ضروري الوليد ياخذ الوقيت ديالو فين يلعب. اللعب هو اقوى طريقه تربويه، كيجمع بينات الوالدين وبين الوليد، كيقرب القلوب، كيعلم القيم بلا ضغط، كينقص التوتر، كيعلم الصبر، كيقاسم الادوار. يعني واحد الجليسه ديال اللعب مع وليدك، وحا 15 دقيقه في النهار راها كافيه، كتربط علاقه بيناتكم قويه. اللعب مع ولدين دير معاه وقع كوره. المهم انت كتجهدي في الدار، كتشقي في الدار، كتسيقي، كتصبني، كديري مجهود. علاش هذاك الطرف الكبده ديالي نعطيه حتى هو واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق نلعب معاه، نديرو منه من الشغل ديال الدار. واخا انا تعبانه وعيانه ماشي مشكل، نعطي لوليدي واحد القسمين ولا 10 دقائق ولا 15 دقيقه باش يقرب ليك وتقربي ليه. تاسع نقطه، حضني ولادك بزاف، لان الدراسات كتقول ان الطفل اللي كيتحضن بزاف كينمو نفسيا بشكل صحي، كيكون متوازن، ما كيتعصبش بزاف، كيحس بالامان. الاحتضان علاج مجاني ومفعوله قوي. 10 نقطه، الدعاء لوليداتنا. الدعاء كيعطي طاقه ايجابيه ليك وليهم. قولي اللهم اهدي ولادي، اللهم اجعلهم من الذريه الصالحه، اللهم ارزقهم الصحه والرضا. غير هاد الكلمات كتهدي القلب وكتفتح ابواب الخير. والخلاصه، التربيه ماشي منافسه وماشي سباق وماشي ضغط، بالعكس التربيه هي حب وصبر ووقت واستماع وقدوه واحترام وقيم ودوام. كل ام وكل اب غادي يغلطوا عادي، ولكن المهم هو اننا كل نهار نحاولوا نكونوا احسن. تبارك الله عليكم، والله يخلي لكم وليداتكم يا ربي، وتشوفوا فيهم داك الشيء اللي بغيتوا ان شاء الله، حتى تكبروهم وتزوجوهم ويولدوا وليداتهم ويكونوا لكم ان شاء الله احسن تربيه. تبارك الله عليكم ولله يخطيكم.